حضرتك لما تروح تاخد طياره هتسافر من مكان لمكان، بعد ما الطياره طلعت وحضرتك فوق متشعلق تكتشف ان الطيار مش طيار، ده مزور الشهاده، بس حضرتك مضطر عشان انت خلاص في الجو. كنت قلت لي يا استاذ الفاضل من الاول ان التعليم لابناء الاثرياء. بعد اذن سياده المسؤول الغير مسؤول، حضرتك احنا زهقنا وقرفنا. انت دمرت اعصابنا وضيعت جزء المتبقي من اعصاب الولاد. ثانويه عامه وبعبع ثانويه عامه وشبح ثانويه عامه وقرف ثانويه عامه اللي طول عمرنا عارفين ان هي سنه صعبه، لان هي سنه تحديد مصير، الدرجه فيها بتفرق. فحضرتك جاي بتلعب على اعصاب الولاد. ليه هو حضرتك في التربيه والتعليم ده بنقول تربيه، انت بتربي الولاده على ايه؟ بتربي الولاده على ايه؟ ايه اللي انت بتعمله دلوقتي؟ مثل بسيط قوي كده يمكن تفهمه، مع ان انت ممكن ما تفهموش يعني، او ممكن تفهمه. حضرتك لما تروح تاخد طياره هتسافر من مكان لمكان، بتروح تعرف التيكت بكام، بتحجز التيكت بالسعر اللي انت عارفه. طياره بيبقى ليها خط سير، هتوصل في وقت معين، هتنزل في مطار ايه، كل حاجه معروفه. تخيل حضرتك كده لو انت مسافر عشان تشوف اي شهاده بره او تجيب اي شهاده من بره، وحجزت التيكت وبعد ما الطياره طلعت قالت لك لا انا مش رايحه المكان ده، انا رايحه المكان ده. لا، التيكت اللي ب1000 بقى ب2000 وب3، وحضرتك فوق متشعلق. ما انت لا تدفع لا تترمي من فوق، واصلا تكتشف ان الطيار مش طيار، ده مزور الشهاده، بس حضرتك مضطر عشان انت خلاص في الجو، مفيش مفر. احنا بقى عاملين كده معاك، احنا داخلين بسياسه معينه بسيستم معين، مبتدئين من شهر 8. العيال بتذاكر والعيال بتاخد دروس وطالع عينها وكتب وملازم واونلاين وفي دوامه عشان عندهم حلم. لكن احنا خلاص زهقنا، احنا فاضل حاجه و20 يوم على الامتحانات، احنا كل يوم بنصحى صورك منوره على الموبايلات. قرار عاجل، قرار مهم، قرار مش مصيري، ارحمنا. انت مستفيد ايه لما الولاد تفقد ثقتها في نفسها؟ ولا الجامعات الأهلية اللي اتفتحت والكليات الخاصة اللي أصحابها معروفين، وأصحاب المدارس الدولية اللي أصحابها معروفين، اللي يعرفوا يشتروا شهادات دكتوراه مزورة لأولادهم، هم دول المفروض يتعلموا. كنت قلت لنا بقى من الأول، أنا واحدة أعرف أصرف على ابني كويس جدا وهو في ثانوي، لكن أنا ما أقدرش أدخله كلية ب50 و60 و70 و80 في السنة، وحتى لو أنا دخلته غيري مش هيعرف يدخل، ده مصروفات بس. الولاد كان عندها حلم تدخل اماكن، الولاد وقفت خلاص بقى لهم اسبوعين 3 احنا مش عارفين نعمل ايه، حسوا ان حلمهم بيضيع. اللي راح حجز بقى في جامعه اهليه اللي هو قبل ما الولاد تمتحن اصلا، بس انت احجز يا ولد. والكليات الخاصه طب ليه ما هو الولاد كده خلاص بتسلم. يعني انا حتى لو في امكاني احجز لابني وانا رحت حجزت له، ما خلاص هو يعني الدافع اللي جواه خلاص هيبقى اقل. انت الوزير اللي اجتمع على كراهيته من ايام انا بقى اولياء الامور والمعلمين والطلبه، حضرتك قلبت المنظومه. هو انت عشان تثبت ان انت اجمد حاجه في الدنيا لازم تيجي تهد كل اللي اتعمل وتبتدي من الاول، واللي يجي بعدك يهد ويبتدي من الاول؟ لا، احنا دخلنا على سيستم معين، احنا لازم نكمل بالسيستم ده. ما تجيش بعد ما ابني دخل تقول لي لا اصل مش عارفه ايه. كنت قلت لي يا استاذ الفاضل من الاول ان التعليم لابناء الاثرياء، لكن اللي انت بتعمله فينا ده اسمه ايه؟ يعني انا مش قادره افهمك.